طبعا الخلطه اللي احنا هنقدمها النهارده ديت هتزود معانا الانتاج، هتخلي الحمام معانا يبيض بسرعه، هتخلي الحمام ينتج عندك اسرع مما يمكن. طبعا هي دي النتايه، واعطيناها من الخلطه السحريه اللي احنا عملناها، اعطيناها 15 سنتي. تمام يا جماعه؟ لو انت زهقت من الحمام وتعبت ان الحمام مش عايز ينتج منك والحمام مش عايز يفرغ، تابع معايا الفيديو دوت ان شاء الله، في كل معلومه جميله هنقدمها، في كل معلومه حلوه لاحلى اخوات معانا واحلى ناس موجوده معانا. طبعا احنا اول حاجه قدمنا للنتايه اعطيناها 15 سم. تعالى بقى نشوفوا هندي للذكر ايه. طبعا الخلطات اللي احنا بنقدمها ديت بتزود معاك الانتاج، بتخلي الذكر عنده خصوبه عاليه، بيتنشط عنقود البيض، بتخلي فرد الحمام قاعد في السلاكه مفيش حاجه ناقصاه من كالسيمات وفيتامينات واملاح معدنيه والحاجات اللي بيحتاجها العنقود عشان خاطر ينتج معايا البيض. ناس كتير جدا جدا اشتكت الايام اللي فاتت ديت ان الحمام مش عايز يكسر بعض، ان الحمام مش عايز يبيض. فانا بقول لك لو انت بتحب الحمام ومهتم بالحمام، يا ريت تتابع الفيديو دوت، فيه كل معلومه جميله جدا جدا هتنفعك في تربيه الحمام. وزي ما لاحظتوا كده، اول حاجه اعطيناها للنتايه 10 سم. طبعا هقول لك التركيبه دي ايه، عشان النتايه ليها تركيبه معينه والذكر برضو ليه تركيبه معينه. تابع معايا الفيديو وان شاء الله هتخرج منه مستفاد. خلصنا النتايه، اول حاجه تعالى بقى ندي الذكر الخلطه السحريه بتاعته. جبنا الذكر يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، وهنبدا برضو نديله ال 10 سم بتوعه. خلي بالك الحاجه اللي انت بتحطها للذكر غير الحاجه اللي انت بتحطها للنتايه. وزي ما حضراتكم شايفين احنا الحاجه اللي بنعملها مجربينها عندنا زي ما حضراتكم شايفين كده، بنسال يا رب البركه والزياده لنا وليكم. طبعا اللي احنا اعطيناه للذكر دوت بيزود الخصوبه عنده، بيزود الانتاج، بيخلي الذكر نشيط. طبعا لو انت بتشتكي ان الحمام بيبيض معاك بيض غير مخصب، الحمام بيبيض معاك بيض ما فيهوش جنين، لازم تعمل الخلطات ديت. ولو انت برضو بتشتكي ان النتايه بتبيض معاك بيضه واحده وفي نفس الوقت النتايه مش عايزه تبيض او بتبيض بيض برشت، وجربت معاها الخلطه اللي احنا عملناها ديت، هتبقى معاك الله اكبر. بنسال يا رب البركه للجميع. اتمنى ان الناس كلها تعمل لايك للفيديو دوت عشان يوصل لكل اخواتنا وحبايبنا المشتركين، وتوصل لكل المبتدئين اللي بيحبوا الحمام. طبعا بدعمكم ليا وصلنا 60,000 او 63,000. بنسال يا رب كده الناس كلها تتعلم الحمام والناس كلها تستفاد من الحمام وتطلع من الفيديو دوت ان شاء الله مستفاده. لو الانتاج تعبك او الانتاج الحمام بمعنى اصح في الجو الشتاء مش عايز يفرخ، شوف الفيديو دوت هوريك ايه اللي هيحصل معانا. طبعا بعد ما عطينا الجرعه للنتايه وعطينا الجرعه للذكر، تعالى اوريك ايه تاني هقدمه للحمام. طبعا الجرعه اللي احنا حطيناها للحمام ديت هنعملها لمده 3 ايام. تعالى دلوقتي كده بعد ما عطينا كل فرد حمام 10 سم، هنبدا نقدم لهم الطبق دوت، ده اسمه طبق مفضل للحمام. طبعا برضو نفس الكلام بيزود الخصوبه عند الذكر وبيخلي النتايه العنقود البيض بتاعها بينشط. طيب ايه اللي قدمته للحمام دوت، او ايه اللي خليت الحمام يخش ياكل فيه؟ على فكره يا جماعه اللي احنا قدمناه دوت مش اكل، دي خلطه برضو سحريه عملناها للناس اللي الحمام عندها بيتاخر والناس اللي الحمام عندها بيغيب في البيت. طب تعالى معايا كده اوريك حاجه كده، بنسال يا رب البركه للجميع. طبعا الخلطات اللي احنا مقدمينها ديت بالنسبه للذكر او النتايه طبعا جايبه معانا نتيجه، وانتوا عارفين اي حاجه بنطلع نقدمها في الفيديو او اي حاجه بنقدمها عندنا على القناه بتجيب معانا نتيجه. تعالى كده معايا واحده واحده. طبعا اللي احنا عملناه ده كله طبقناه على الحمام دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الحمام هنا الزغيله عنده فقست زي ما حضراتكم شايفين. طبعا جربنا معاهم نفس الخلطه وعملنا نفس الكلام معاه، بس انا دلوقتي بادئ معاك بجوز واحد متاخر عندي وعايزك تلاحظ ايه اللي هيحصل فيه. طبعا لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس عشان تشوف جوز الحمام اللي احنا اعطينا له الخلطه دوت هيبيض معانا في قد ايه. تعالى كده مثلا هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين ده الانتاج اللي عندنا وده اللي ربنا كرمنا فيه بالخلطات اللي احنا بنعملها والخلطات اللي احنا بنقدمها للحمام. ولو هننزل برضو هنا تاني، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بنسال يا رب البركه والزياده للجميع. هنا برضو الحمام معانا بايض، كل ده باض معانا في خلال 5 ايام او 7 ايام، والفيديوهات موجوده عند حضرتك. لو هنيجي برضو على جوز تاني هنا اهو، بسم الله ما شاء الله برضو الجوز بايض والحصى طالع عمران. طبعا اهم شيء انك انت تكافح مع الحمام، واهم شيء انك انت تقدم له حاجه كويسه طبعا، وفي نفس الوقت ما تكونش غاليه، حاجه على قد الايد عشان خاطر الناس اللي عامله مشروع حمام تقدر تكسب منه. طبعا لو هنيجي لجوز حمام تاني هنا اهو زي ما حضراتكم شايفين برضو نفس الكلام قاعد معانا على حصى. يبقى احنا اللي استخدمناه ده كله استخدمناه للحمام كله، والحمام ربنا كرمنا فيه وباض. طبعا مش عايز الناس تقول لي انت بتطول ليه في الفيديو، لان في معلومات اهم
من التعليمات اللي احنا بنحطها. المعلومات الاهم من كده ايه؟ يعني مش هقول لك استخدم مثلا الفيتامين دوت او استخدم الكالسيمات ديت، لازم اقول لك الجرعه معينه، عشان خاطر لو انت استخدمت الجرعه غلط هتضر معاك فرد الحمام وهتاذي معاك فرد الحمام، ولو انت استخدمت الجرعه غلط بالتالي ممكن ما تفيدش فرد الحمام وما فيش نتيجه. يلا بينا بقى معانا في حاجه مهمه جدا جدا حابب اتكلم فيها برضو قبل ما نقوله ايه الخلطه السحريه بتاعتنا او الحاجه اللي احنا قدمناها للحمام دي ايه. تعالى معايا كده. بالنسبه للاكل اللي انت بتقدمه للحمام، عشان خاطر الناس اللي سالتني ايه الاكل اللي انت بتقدمه للحمام وبتقدمه امتى للحمام، زي ما حضراتكم شايفين انا بقدم ذره صفراء، بقدم ذره عويجه، بقدم غله، بقدم بزله، بقدم في الشتاء بالذات بحط عدس بجبه، وبحط العدس الاصفر، وبحط قرطم في الكلفه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين فرد الحمام لما بيكون جعان بيخش على المكلب بياكل زي ما حضراتكم شايفين كده. في حاجه غلطه احنا بنعملها بتدمر معانا فرد الحمام وبتخلي فرد الحمام عنده اسهال. لو هنسحب الدرج كده زي ما حضراتكم شايفين، طبعا بعتذر لان انا ما نضفتش النهارده، بس انا حبيت اعمل الفيديو دوت لاحلى اخوات في الدنيا. طبعا لو انت استخدمت الاكل غلط او قدمته غلط بتلاقي الحمام عنده اسهال، بتلاقي الحمام في مشاكل كتير جدا جدا تقابلك معاك في المعوي. يبقى عشان تقدم الاكل صح تعمل زي ما انت شايف كده قدام حضرتك، تقدم الاكل للحمام نص ساعه وبعد كده تشيل من عنده الاكل نهائي عشان ما يرجعش يعمل زرق على الاكل، يعني يعمل حمام على الاكل ويجوع ويرجع ياكله. وطول ما فرد الحمام الاكل قدام منه هو بيفضل واقف كاشش ما بياكلش. لكن انت لو حددت ميعاد لفرد الحمام ان هو ياكل فيه هيخش في الاكل كده زي ما حضراتكم شايفين، بياكل الكميه اللي جسمه محتاجها، بعد كده بنقدم له الميه بيخش يشرب اللي جسمه محتاجه. لكن احنا لو سيبنا الاكل 24 ساعه قدام منه هيعمل حمام عليه وهيرجع ياكله وهيقابلك مشاكل معاه في المعوي، ساعتها هيتكون ديدان وساعتها هيتاخر عندك الانتاج. اما بالنسبه للميه انا بحب اقدمها بعد الاكل ب 10 دقائق، لان فرد الحمام لما ياكل الكميه اللي هو محتاجها هيخش يشرب برده الميه اللي هو محتاجها. طول ما الميه قدام منه هيفضل يشرب ميه وياكل غلايتين ويسيب الاكل ويبعد بعيد عنه. دي النقطه للناس اللي بتشتكي الحمام كاشش والحمام مش بياكل. زي ما حضراتكم شايفين بالنسبه بقى الخلطه اللي احنا قدمناها في بدايه الفيديو، انك انت حطيت 10 سم في مباشر في بق في كل فرد حمام، ده اللي هيجيب معاك نتيجه وده اللي هيخلي الحمام يبيض معاك وينتج معاك. طيب ايه اللي هنديه للذكر وايه اللي هنديه للنتايه؟ على فكره الحاجات اللي بنديها للذكر غير الحاجات اللي بنديها للنتايه. تمام يا جماعه؟ طبعا احنا قدامنا كوبايتين زي ما حضراتكم شايفين، وهنجيب اي سرنجه شبه كده اهو بتعمل 5 جنيه وبتركب فيها البلف دوت، وبتبدا انك انت تجرع للحمام وتديله مباشر. لو هنيجي على الكوبايتين زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا بنبدا نسمي الله. الكوبايه ديت مثلا هنخليها للذكر والكوبايه ديت للنتايه. الكوبايه ديت هنبدا نحط فيها 10 نقط زي ما حضراتكم شايفين كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طبعا شكل الميه اتغير زي ما حضراتكم شايفين. ده كده اللي احنا هنستخدمه للذكر. طب ايه اللي حطيته للذكر دوت اسمه هاء سيلينيوم. الهاء سيلينيوم دوت مسؤول عن رفع المناعه، مسؤول عن زياده الخصوبه عند الذكر، بينشط الذكر بمعنى اصح. يعني لو عندك ذكر مش عايز يتجوز، عندك ذكر مش عايز يكسر، ساعتها قدم له الخلطه ديت ان شاء الله بامر الله هتطلع معاك كويسه وان شاء الله هتجيب معاك نتيجه. وبشكر كل اخواتي وكل حبايبي اللي بيشكروني في الفيديوهات اللي عندهم حمام ما كانش شغال وبدا يشتغل معاهم. طيب ايه تاني حاجه هنقدمها؟ تاني حاجه زي ما حضراتكم شايفين بالنسبه للنتايه هنبدا نديها حاجه تعوض الكالسيوم اللي في جسمها، او حاجه تخلي العنقود بتاع البيض بتاعها ينشف او ينشط. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بربي في مكان ما فيهوش شمس، برضو الفيتامين دوت بيعوض نسبه الشمس عند الحمام. بنبدا برضو نحط 10 نقط كده اهو، 3 4 5 6 7 8 9 10. نفس الكلام برضو شكل الميه بيتغير. طب ايه اللي انت قدمته دوت؟ زي ما حضرتك شايف ده اسمه فيتامين ا د 3 اهي. طبعا بتبدا تدي 10 سم للنتايه لمده 3 ايام، وللذكر برضو بتدي له 10 سم لمده 3 ايام. طيب ده يا جماعه يعتبر سيلينيوم مستورد ايطالي، ونفس الكلام برضو الفيتامين ا د 3 اهي مستورد ايطالي. طيب ايه بقى اللي انت حطيته للحمام خليته ياكل فيه كانك مقدم له اكل او كانك مقدم له وجبه؟ بصوا يا جماعه اللي انا حطيته في البياضه بتاعت الحمام دوت ده مش اكل، ده عباره عن كالسيمات، عباره عن تحديق. ربنا خلق الحمام دوت عشان يطير ويبدا ان هو يطلع بره ويتفرخ ويبدا يحدق او يملح من الاراضي الزراعيه ويملح من الحيطه وينزل الارض ياكل
اللي هو الكالسيمات والحاجات اللي في الارض. طبعا الحمام ربنا خلقه ان هو عنده انثى بتجرش جميع الكلام ده كله، بس في ساعتها هي بتساعد على تنشيط عنقود البيض. طيب ايه اللي قدمته دوت؟ قدمت زي ما حضراتكم شايفين كيس اسمه توب ميكس جريد. طبعا ده جميل جدا جدا، غني بالاملاح المعدنيه والكالسيوم والفوسفور ومغنيسيوم ومحار بحر وبذور طبيعيه وحاجه اسمها كالسيوم 3 جي اف واعشاب طبيه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهو المكون اهو، في قرطم، في حجر جيري، في البذور الطاقه اللي هو القرطم، بذر الجرجير، بذر الكتان، بذر الفجل. الحاجات دي كلها بتساعد العنقود بتاع النتايه ان هو ينشط. طبعا الكيس دوت موجود شحن لجميع المحافظات، ويعتبر موجود في الصعيد وموجود في الجيزه والقاهره وموجود في جميع انحاء اسكندريه، وشحن ان شاء الله جميع المحافظات. طبعا بشكر اخواتي وحبايبي اللي هم ما يعرفونيش وجربوا المنتج دوت وبيخشوا يشكروني على الفيس. انتوا ما تشكرونيش، انا كان اهم حاجه عندي الحمام يشتغل عندكم وينتج عندكم. طبعا انت ممكن تعمل الكيس ده عندك في البيت مفيش اي مشكله، ونزلت لك شرح انك ازاي تعمل الكيس دوت. بس في حاجات انت مش هتعرف تجيبها زي المحار، زي ال 3 جي اف اللي هو البودره، زي فوسفات الصوديوم. الحاجات دي احنا بنجيبها من وكيل معتمد، والحمد لله رب العالمين بتقوي الريش وبتقوي قشره البيض وبترفع معدل انتاج الحمام طبعا، وبتحسن عمليه الهضم. لو انت عندك حمام ما بيهضمش الاكل ده برضو نفس الكلام بيحسن معاك عمليه الهضم. كل اللي احنا بنعمله بنقدم الخلطه دي زي ما شفتم، وتعالى اوريك برضو تاني حاجات احنا هنعملها وجميله هنقدمها للحمام، وتعالى شوف الحمام بيحب ايه تاني. طبعا كل اللي حضرتك بتعمله 10 سم اهو بتدي للذكر مباشر. طبعا اهم شيء يا جماعه انك تدي واحده واحده، ما ينفعش انك تنزل السرنجه مره واحده في الفرد عشان خاطر فرد الحمام ما يرجعش منك، عشان خاطر فرد الحمام ما يموتش منك. طبعا اهو احنا مجربين الكلام ده كله على اكتر من قصه وعلى اكتر من جوز، والحمام كله بيشتغل معانا والحمد لله رب العالمين. كده انا عطيت الذكر، تعالى برضو ندي النتايه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين النتايه برضو بديها 10 سم واحده واحده اهو. عايزك تحفظ شكل الحمام، عايزك تعرف شكل الحمام ايه، عشان خاطر لما الحمام ده ينتج معانا في 7 ايام ان شاء الله بامر الله هتجرب اللي انا بعمله دوت، وهتشوف الانتاج عندك وهتشوف الدنيا عندك هتبقى عامله ازاي. هتلاحظ فرق كبير جدا جدا جدا. دلوقتي هقول لك ازاي تقدم برضو طريقه التمليح، او ازاي تحط طريقه التحديق للحمام عشان خاطر فرد الحمام يقدر ياكل الكميه اللي هو محتاجها، وعشان خاطر يستفاد. واما يطلع عندك زغلولتين برضو لازم يستفادوا من التحديق دوت. للناس بقى اللي بتشتكي الحمام بيطلع مكسح، بتشتكي ان الحمام بيطلع رجل بعيد او رجل بعيد عن رجل، الكلام ده كله احنا هنعمله قدامكم، وهقول لك ايه اللي بيفادي النقطه ديت. كل اللي احنا عملناه اهو قدمنا خلطه التحديق في البياضه بتاعه البيض، بنساعد فرد الحمام ان هو يبدا ياكل منها، والحاجات اللي بتتبقى بيبدا ان هو يبيض عليها، واما الزغلول يطلع بيلاقي حاجه يعافر فيها برجله عشان خاطر ما يطلعش متكسح. طبعا الحمام زي ما حضراتكم شايفين اهو، تعالى كده لسه بياكل في خلطه التمليح او لسه بياكل في خلطه التحديق. ده كده يعتبر حاجه فاكهه للحمام لازم تقدمها للحمام، عشان خاطر في نتايه مثلا بتبيض معاك بيضه واحده وبعد كده ما بتقدرش تقوم، وفي نتايه يعني انا مثلا عندي حاجه عملي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. النتايه دي انا كنت شاريها طبعا، كانت كويسه جدا ما فيهاش اي مشكله. عطيتها للذكر طبعا، صاحبها قال لي انا خادمها، فبالتالي انا عطيتها للذكر على طول. لو تلاحظ كده هنا بتلاقي النتايه رفع رجليها اهي من الوجع. اول ما بدت اول بدايه كشت في نفسها ورفعت رجليها وبدات تكمش في نفسها زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا اللي حصل معاها ان هي ناقصها كالسيوم بطريقه غبيه، كان ناقصها فيتامينات، فانا بالتالي سبتها او خدتها من الذكر اللي انا كنت قافله وبدات اشتغل معاها بره مباشر، وان شاء الله بامر الله هتبقى كويسه وهرجعها للذكر. بس الكلام دوت بعد ما ابدا اشتغل معاها، عشان خاطر ما ينفعش اشتغل معاها وهي كده، لو ضغطت عليها وهي كده هتبدا تموت مني. فعشان خاطر كده انا بقول لك اخدم الحمام، حاجات مش هتكلفك 10 جنيه بس اقسم بالله هتخلي الحمام كله عنده انتاج، هتخلي الحمام كله ينتج عندك بطريقه غريبه جدا. طبعا جوز الحمام اهو خلاص بدا ان هو ينتهي من التحديق بتاعه. تعالى كده اوريك بعد ما هي اكلت التحديق عملت ايه في البياضه. طبعا تعتبر فرشت البياضه عشان خاطر تبدا تجهز العش وعشان خاطر تبدا تبيض، بتاكل كل حاجه جسمها محتاجه. طبعا انا عايز اقرب لك المكلف دوت او اقرب لك البياضه، ما فيهاش اكل نهائي، كل اللي فيها زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. طبعا اهو بسم الله ما شاء الله الله اكبر، زي ما حضراتكم شايفين المحار، الفوسفات، بذر الكتان، بذر الجرجير، بذر الفجل، كل دوت مفيد جدا جدا في تستيف الريش، بيخلي الذكر خصوبته عاليه، بيخلي الذكر زي ما حضراتكم شايفين اهو. بنسال يا رب البركه والزياده. بص انا عايزك تلاحظ فرد الحمام
بينقي اللي جسمه محتاجه او بينقي الحاجه اللي هو ناقصه. تعالى كده معايا اهو زي ما حضرتك شايف. طبعا مفيش اهم من ان انت تعمل حاجه عملي والحاجه تبقى قدام حضراتكم. طبعا الحمام كله باض معانا بسبب خلطه التمليح ديت عشان قدمناها صح. طبعا لكل واحد عايز ينتج وكل واحد عايز يفرخ لازم يعمل خلطه التحديق ديت او خلطه التمليح ديت. بنسال يا رب البركه والزياده للجميع. ان شاء الله خلطه التحديق متاحه عندنا شحن لجميع المحافظات، موجود كل جمعه في سوق اسكندريه. بنسال يا رب البركه والزياده للجميع، واللي عنده اي استفسار ان شاء الله يتصل بيا او يكتب لي تعليق، وان شاء الله هنرد على كل الناس. واستنى في كل فيديو جديد مع احلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.